بعد ما مصر بهرت العالم بافتتاح أكبر متحف في التاريخ، خليني أخدك بقى لأكبر فضيحة حصلت في موسم الترفيه السعودي. فضيحة بسبب مين؟ كالعادة المصريين. مستنيكوا جوه خالصه بالصلصه. يلا بينا. والله المصريين عاملين عقدة لطال عمره. السبب بسيط، إن طال عمره دايما عنده كل الإمكانيات، بس المصري بإمكانياته البسيطة يخش يغلبه بكل هدوء في أي مجال. اللي في الصورة ده اسمه تاربون، شاب مصري جيمر بدأ يشتهر لما كان بيعمل بث مباشر وهو بيلعب بابجي. ستايله وشعره خلوه مشهور جدا، وبقى بيظهر في إعلانات ويروح بطولات عالمية، وبقى واحد من أشهر صناع المحتوى في الوطن العربي. وفي موسم الترفيه السعودي عملوا بطولة اسمها كينجز ليج، بطولة كرة صالات، بس الغريب إن مش بيلعب فيها محترفين، لأ، صناع محتوى. كل واحد يعمل فريق من الشارع في بلده. وتوربون قال لك خلاص نعملها على الطريقة المصرية. نزل بوست وقال عايز شباب بيعرفوا يلعبوا كورة، وراح مجمع فريق من الهواة، شباب مصريين عاديين جدا، لا بيلعبوا في نادي ولا بيتدربوا في مركز شباب. لقيت مين؟ استاذ بيكيه بعت لي رساله. هو ده ولا ده فيك؟ ده يا جماعه ولا ده ايه؟ اخش الاقي 22 مليون فولورز. لا ده هو، ده متصور مع ميسي، ده هو، ده رونالدينيو، اهو ده هو يا عم. انا مش فاهم حاجه بقى. عايزينك في البطوله وبتاع ومينا، وانت هتمثل مصر. ايه هتمثل مصر؟ يعني ايه هتمثل؟ انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ على الله ان شاء الله. أول ماتش كان ضد فريق مغربي، والناس كلها متوقعة إن المصريين هيتغلبوا، بس المفاجأة الفريق المصري نزل كسر الدنيا، أهداف عالمية ومهارات رائعة. وتوربون نفسه نزل سجل هدف من ضربة جزاء، وعمل احتفال مجنون قدام الفريق السعودي اللي قاعد في المدرجات. السوشيال ميديا اتقلبت، والسعوديين والمغاربة مش مصدقين اللي بيحصل، لكن الفريق السعودي بقيادة شونج قال لك كسبته صدفة، الماتش الجاي هنوريكم. ودخلوا الماتش التاني بثقة وغرور، بس المصريين دخلوا عاملين سيرك حقيقي، وانتهى الشوط الأول 3-1 لمصر. بس هنا بدأت القصة الحقيقية، ما ينفعش المصري يكسب طال عمره على أرضه، فالحكم قرر يساعد شوية. وقف 3 لعيبة مصريين ورا بعض، يعني المصريين بيلعبوا ب4 بس قدام 7. أيوة والله، الناس قالت خلاص هتخلص 10-1 للسعودية، بس اللي حصل كان العكس. الحارس المصري طلع أسد، بيصد الكورة كأنه حارس في البريمير ليج، والفريق كله بيدافع برجولة غير طبيعية. وفي الآخر الماتش خلص 4-3 بالعافية للسعودية. الحارس بتاعنا لسه بصه عبيطه قوي. يا كسب. بس كل اللي شاف الماتش عارف مين الكسبان الحقيقي. واحد قال لهم كسبتوا بالفلوس والرشاوي. بس بجد ليه المصريين عاملين عقدة كده؟ حتى في اللعب والترفيه بيكسبوا القلوب قبل الماتش. Thank you.
كينجز ليج تيربو اف سي، احنا هنا وي